سلام تو الموند، واش راكم؟ جيسبر كو راكم مليح. مرحبا بكم في وصفه جديده اللي هي بيدي. الوغ درتها كيما تاع برا، نص هاك ونص هكا، باسكو برا تقدروا ديروا حتى 3، يعني ديروا 3 فاص ديفيرونت في وحده برك. انا حبيت ندير نص هكا ونص هكا باش واحد كي ياكل ما يكرهش. دوك نبداو المقادير تاعنا، يعني ندوزو باش نسحقو كامل. شوفوا لا بات خفيفه 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 كيما تاع برا، ما عندكم ما تقولوا. الناس اللي كلاتها برا راح تقول لي توسو ولا غير صح كيما تاع برا. ندوزو المقادير، نسحقو 120 غرام تاع ياغورت طبيعي، يعني ياغورت ناتور. عندكم غرفه صغيره تاع الملح، غرفه كبيره تاع الخميره، وانا نستعمل هذه تطلع لاباط في 15 مينوت. وعندكم هنايا 500 حتى ل 600 غرام تاع الفرينه، فوالا على حسب لاباط تاعكم يعني شحال. وهنا عندكم 100 مليلتر تاع الحليب و200 مليلتر تاع الماء. انا خلطتهم واني حندفيهم باسكو لازم نستعملهم يكونوا دافيين. فوالا هذه هي. دوكا اول حاجه هنا نسيت السكر، هكا كيما راكم تشوفوا مغرفه صغيره تاع السكر. بالك كنت نساوها، انا كنت نسيت يعني ما وريتها لكم شارافونس. وهنا هذيك ما قلت لكم، هاد لي ساشي تاع الخميره في 15 دقيقه تطلع لك لاباط تاعك. شاك ساشي تستعمليه في 500 غرام دو فارين. مي اللي ما عندهاش دير ديريكتومون مغرفه خميره كبيره. هنا نفرغوا هذاك الحليب مع الماء يكونوا مدفيين هكذا كيما راكم تشوفوا. نفرغوهم ونخلطوهم بالفوي. شوفوا نعطيكم استوس البنات اللي ما يعرفوش العجين ويتغسلهم بزاف الخميره وكاع. دائما كي تخلطي الخميره في الماء دافي وتذوب لك، لازم هذيك الخميره تذوب كامل، ما تشوفوهاش شغل حبيبات، لازم تذوب كامل. صدي خلاص هاد الخميره تطلع لك. اذا ما تذوبش الخميره هذيك كاع، عرفي باللي سواء الحليب تاعك سخون بزاف، سواء الحليب تاعك ماشي دافي مليح. المهم فهمتوني. هذه هي. المهم هنا نخلطو كلش بالفوي، ومن بعد نبداو نزيدو الفرينه تاعنا. قلت لكم فرينه من رطل حتى ل 600 غرام هكاك ابوبري. والملح تعلموا دائما ديروا هكا الملح، شوفوا بيدكم، شوفوا هكا يديك باش تعرفي ما تجيكش الحاجه مسوسه. جو ديري هكا توزعي هذاك الملح على كامل هذيك لاباط، وتخلطي هكا شويه بالفوي، ومن بعد تلموها بيدينا. فوالا هذه هي. شوفوا وصفه سهله مهله، ما تعييكم ما والو. فريمون يعني رمضان هذا ان شاء الله يا ربي مليحه تسيوها. دوكا نبداو نزيدو الفرينه تاعنا غير بشويه، وحتى يعني نتحصلوا على اون بات تكون شويه كولونت. لازم دائما قانون في العجين، دائما لاباط تاعكم تقعد شويه كولونت باش تجيكم خفيفه البيتزا تاعكم ولا البريوش. ونغطيوها ونخليوها تخمر. هنايا نحكموا فيونداشي واحد 300 غرام حتى 400 غرام، طرشي حمر طرشي خضر، حبه طوماطيش، نص حبه بصل اذا كانت كبيره، زوج سنينات تاع توم. ونفرغوهم في السرادي تاعنا، ونديروا فلفل كحل مع الزيت نكثروا شويه، يعني نقولوا نص كاس تاع اتاي تاع الزيت. فوالا باسكو ديروا بالكم بلي لاباط ما فيهاش الزيت. فوالا هذه هي. المهم نعجنوهم كامل، نديروا الملح ونديروا فلفل كحل نورمالمون قلتها هذه، ونعجنوهم كامل بيدينا. و نجوزو نديروا لا فارس دوزيام. شوفوا الزيت هنا كيما درت، يعني تجوزي على كامل فيونداشي على كامل هذيك الحاله، ديري دوره بيان يعني. فوالا ابري فوالا نعجنوهم كامل، هاد لي زانغريزيون كامل نعجنوهم ونولي ليكم. هنايا لا فارس دوزيام نديرو فرomاج غابي، ونديرو زوج حبات تاع بيض، ما نديرو لا ملح لا والو، باسكو اصلا الفرماج يجي مالح. نديرو شيدر ولا موتزاريلا ولا غودا، يعني واش حبيتو، المهم فرomاج اللي يذوب يجي بنين. هاكا نكسروا له زوج حبات تاع بيض ونخلطوهم، ونجوزو لاباط تاعنا اللي تكون ديجا خمرت. فوالا شوفوا لاباط تاعي ما شاء الله كيفاش طلعت روعه. نحبطوها ونقسموها على 5، يخرجونا 5 بيدات كبار. فوالا 5 بيدات كبار. نعجنوهم هكذا، يعني ما نعجنوهمش، جو فورم ديريكتومون دي بول، ما كلها تعجنوا لاباط تاعكم. فوالا هكذا. نديروا شويه فرينه ونقسموها على 5. ودوكا نبداو نحلو لاباط تاعنا، نبداو بواحد بالوحده. شوفوا دائما الفوق تاعكم تكونوا سخنتوه على لافونس. باغ اكزومبل دوكا كي راني حنبدا نفتح لاباط، انا كنت شعلت الفوق تاعي على 220 درجه. اذا عندكم لوبسيون يشعل من تحت ومن الفوق شعلوه، اذا ما عندكمش شعلوا من تحت ومن بعد زيدوا من الفوق. هنا نفتح البيدا تاعي نفتحها بالطول، ومن بعد نعرضوها شويه. المهم نبداو بالطول هكا، لازم تكون شويه رقيقه، يعني فريمون رقيقه، ماشي رقيقه بزاف مي رقيقه. فوالا يعني هديه هكا كيما راهي تبان هنايا في لا فيديو. ومن بعد تيك هكا
هكا نرفدوها نحطوها في البلاطو تاعنا. جامي ما تعمري البيدا تاعك هي فوق البوطاجي، دايما في البلاطو باش هكا ديريها ديريكتومون طيب ما تواسيش الاخر. هذه هي. المهم بعد نفرغوا الفيونداشي تاعنا هكذا، لازم تخدموها بيديكم. كاين بزاف تقولي فوالا الفيونداشي خضراء اسكو حطي بيان سور كحطي بالفيونداشي تبلاطيها هكا بيديك هكا. لازم دائما شغل تجي كوش رقيقه على لاباط، ماشي تكتري وكاع يديك، ما لازمش تكتري، لازم هكا تتعبز يعني على لاباط تاعنا. ومن بعد هذيك نديروا الفخوماج مع البيض تاعنا يعني في الجهه الاخرى. هذه هي. ونستفوه تاني نكسلوه كامل هكذا يتيك. ومن بعد نغلقوا البيدا تاعنا. الغليق بزاف مهم باسكو لازم صباع يغلق وصباع يتبع من اللور يعبزها باش ما تفتح لكمش. دوك شوفوا كيفاش راني حنغلقها. يعني صباع يغلق وصباع يعبز. تشوفوا معايا مليح، تبعوا معايا مليح لا فيديو. شوفوا كيف هنايا هاوليك صباع يغلق وصباع الاخر يتبع من اللور يعبس هذيك الغليق هكذا حتى نلحقوا لي كوتي هذوك نغلقوهم بيان، نلموهم بيان هذوك الاطراف يعني تاع البيدا هذوك. شوفوا كيفاش هكا. ابخي نحكموا صفار تاع بيضه واحده ونديروه كامل في لي بوردور هذوك، نديرو كامل في هذوك لي بوردور تاع البيدا تاعنا باش يحمرونا كي يطيبوا. هنايا ما كنت ما فهمتش ما فيلميتش هاد ليطاب ولا ما فهمتش، مي اون تو لي كا ما تنساوش ديروا صفار تاع بيض في لي كوتي. غير طيب البيدا تاعكم ديريكتومون مورسو تاع زبده ولا مارغرين في لي كوتي هذوك، سينو يقعدوا يابسين. هذه لاستوس هي المهمه كامل، دايما ديروا هكا كي تكون سخونه باش هكا لي كوتي هذوك يخرجوا طريين. هذا ما كان وصفه سهله مهله، حاجه جديده واحد يبدل بها في رمضان ان شاء الله يا ربي، ولا تبدلوا فيها في ايامات الاخرين. جيسبر كو عجبتكم الوصفه. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتدخلوا لي ان كومونتير نقول لكم انا بقاو على خير.